السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على النبي الكريم. إن شاء الله عليكم الكامل بخير وفي صحة جيدة. قدم لكم اليوم وصفة خبز الدار ولا خبز الكوشة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة متوفرة في كل بيت. شوفوا معنا النتيجة بعينيكم بالفارنة فقط وحبة بيض، وانتم درتوا هاد التحفة الرائعة. تجوزوا به قهوة حليب ما شاء الله. دوك تشوفوا معنا طريقة التحضير. هنا واش عندي 3 كيسان فارنة بهذا الكاس اللي قست. عندي ملعقة صغيرة خميرة كيميائية باش تعطيلو هذيك الخفة، وهنا عندي 2 ملاعق صغار من الخميرة تاع الخبز، عندي 2 ملاعق صغار كذلك سكر. لا حبيتو تقدروا ملعقة اكل فقط، انا درت 2 ملاعق صغار بهذا الشكل. وعندي حبة بيض صغيرة، ودير حوالي 3 ملاعق من الزيت النباتي بهذا الشكل، ونطموه بالحليب الدافئ ماهوش سخون بزاف باش ما يقتلناش الخميره، لازم يجي دافي فقط باش الخميره تاعنا تتفاعل معه. بهذا الشكل نضمو جيدا بهذه الطريقه، فقط بالملعقه نحركو جيدا حتى نوصل لواحد القوام اللي هو قوام طري بهذا الشكل. انا خلاص لي الحليب كملت بالماء الدافئ، يعني تقدروا في بدايه الامر كامل تطموه يعني بالحليب او بالماء الدافئ فقط، ماشي شرط الحليب. وهنا ضفت الملح، وهنا السينوج درت حبيبه السينوج بهذه الطريقه. نكمل نخلط جيدا، لازم نوصلوا لهذا القوام باش يجينا خبز دار تاعنا خفيف بهذه الطريقه. شوفوا نجيبوا السنيوات تاعنا ندهنوها بالزيت ونبسطوا الخليط تاعنا، ما لازمش نبسطوه رقيق، ما لازمش نخلوه يعني خشين بزاف. هنا نجيبوا حبه بيض تاعنا ندهنوها من الفوق بحبه بيض، ونرشوا شويه السانوج من الفوق، وانا زدلو درت شويه سكر من الفوق باش يجينا حلو، واللي حب يعني ما يزيدلوش السكر ما يزيدش من الفوق دوم بهذه الطريقه. ونخلوه يختمر في مكان دافئ. شوفوا كيفاش خمر ما شاء الله. لازم يخمر قبل باش نديروه يطيب في الكوشه تاعنا اللي كنا مسخنينها من قبل، وما لازمش تكون سخونه بزاف يتحرق وما يطيبش، وما لازمش تكون طافيه خلاص ولا ناقصه بزاف هكذاك ما يطيبش، يبقى هكذاك معجن من الداخل. اذا لازم تكون نار متوسطه. شوفوا بعد ما طاب من التحت ومن الفوق، تشوفوا الحواشي طابوا، تعرفوا بلي طاب من التحت، وتشعلوا لهم الفوق ياخذ تحميره فقط. ومعكم النتيجه كما راكم تشوفوا بعد ما قطعته خليته يبرد. شوفوا الخفه، شوفوا شحال منفخ من الداخل ماهوش معجن بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. رجع بزاف هايل، وصفه سهله وسريعه ما تاخذش الوقت وما تاخذ مكونات كثيره. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش طاب من التحت ما لصق ما والو، جا هايل. اذا واش نقول لكم، ان شاء الله هذه الوصفات تنال اعجابكم، ان شاء الله تتفاعلوا معايا. الى هنا وصلت الى نهايه الفيديو، الى وصفه اخرى